تخيل انك انت مفتش صحي ورايح مستشفى، ودخلت لقيت ان الاطباء يعني ما شاء الله الواحد رايح بالبيجامه اللي كان نايم بيها، والارض زباله في زباله، السرير بيعمل عليه 10 عمليات من غير ما ينظفوه، الدم في كل حته ما شاء الله ولا كانها مذبحه ذنهم، وحاطين الادوات اللي بيعملوا بيها العمليات في جيوبهم، ومفيش تعقيم ولا تنظيف ولا اي حاجه، واللي رايح شعره منكوش ونايم، واللي جوزها ضربها بعيارين ورايحه. شايف كل ده؟ ده فعلا زمان كان بيحصل قبل اكتشاف التعقيم. اقل واحد رجليه بتتعور كان احتمال ان هي مش تتعور، اللي هو كان اي واحد رجليه بيحصل فيها جرح جامد كان احتمال كبير ان هي تتقطع. ده موضوع الحلقه بتاعت النهارده، احنا بنتكلم عن التعقيم وتاريخ التعقيم، ومين اللي عمل التعقيم، وازاي الاكتشاف المذهل ده انقذ حياه ملايين بل قد يكون مليارات، وطور من البشريه المتخلفه اللي احنا عايشين فيها حاليا. فلو انت اول مره تشوفني يا ريت تقدر تشترك في القناه لو بيعجبك النوع ده من المحتوى، وتعمل لايك للفيديو، وتكتب لي في التعليقات اي مواضيع عايزنا نتكلم عنها. ولو انت مشترك قديم نفذ كل اللي انا قلت عليه برضو، يعني ده من بعد فضلك لان ده بيساعدني. وبس كده، يلا نبدا الفيديو. زمان ولحد قبل ستينات القرن ال19 كانوا فاكرين ان الشيء اللي بيخلي الجروح تتعفن وتبوظ والرجل تتقطع هو الهواء. مش يعرفوا يعني ايه جراثيم، كانوا فاكرين ان اي حاجه بتحصل كانت بسبب الهواء. كانوا ممكن يستخدموا الضماده او القطن والبتاع ده 100 مره عادي، وبل كان في مثلا اطباء تفتخر ان هي بتوفر فلوس للمستشفى تستخدم ضماده واحده على 10 مرضى مثلا. فانت شايف التخلف كان وصل لحد فين قبل اكتشاف التعقيم؟ محدش كان بيفكر، محدش كان مهتم اصلا هي ليه كل الانسجه والريول والاعضاء دي بتطير كده بكل بساطه لمجرد ان هي بتتجرح، يعني جرح شديد شويه. لحد ما جه استاذ جراحه سريريه متخرج من جامعه الملك في بريطانيا، وتعين جراح رسمي في مستشفى جلاسكو الملكيه. وهذا الرجل صاحب الحل وصاحب الانقاذ كان اسمه جوزيف ليستر. الراجل ده من كميه الناس اللي شافها بتموت، يعني كان هيجيله تروما، تمام، وفي نفس الوقت بقى حاول ان هو ياخد شويه قرارات بشان المرضى اللي هناك والعنابر اللي فيها كل ده. فراح زود من التشديد على النظافه اكتر، وان هو لازم كل شيء يتنضف والارضيه تتنضف والسراير والى اخره. لكن لا، ان ماشي نضفنا وكل حاجه، مفيش نتيجه. الشخص ده بجوار ان هو كان بيشتغل على المرضى بتوعه، فهو كان هاوي، كان بيحب ان هو يعمل تجارب هنا وهناك وبتاع وكده. فكان بيروح يجيب الضفادع ويعمل عليها تجارب. اكتشف ان الغرغرينه اللي بتنتج عن تفاعل الانسجه الباينه مع الهواء هو ده اللي بيسبب العفن. لكن لما حاول يفكر اكتر، يعني جه في باله فكره، هل المشكله في الهواء نفسه ولا في الحاجات اللي بيحملها الهواء في طياته وهو بيتفاعل مع الأنسجة؟ فهنا المشكلة فين؟ في الهواء ولا في الأشياء اللي بيحملها الهواء؟ سنة 1865 يروح جوزيف ويقرأ بحث العالم كبير اسمه لويس باستر، واللي لازم نعمل عنه حلقة هنا في القناة هو كمان. وأيوة، أنا مش هجيب أكتر شخصيات مشهورة في التاريخ وأتكلم عنها، لازم نجيب الشخصيات اللي على الأقل في المحيط اللي إحنا فيه ما شفناش كلام كتير عنها ونتكلم عنها. فلو أنت من محبين النوع ده من المحتوى والكلام عن القصص التاريخية والشخصيات، يا ريت تكتب لي في التعليقات المواضيع اللي عندك، وتعمل لايك وتفعل زر الجرس وتشترك في القناه، وكمل معايا الفيديو. المهم صاحبنا قرأ ان الجراثيم هي اللي بتسبب الامراض، الجراثيم اللي بتكون محموله في الهواء. فهنا احنا لازم نعمل حاجه واحده علشان الناس ما تموتش، وهو ان احنا نقتل الجراثيم. طب ازاي؟ صاحبنا عرف من هنا وما اكتفاش، بل راح ودور عن طرق لقتل الجراثيم ويعمل تجارب غير الحراره. ان زمان كان علشان تقتل الجراثيم لازم تكوي الجرح، لازم تخلي الجرح، يعني انت فاهم. واكيد طبعا شفنا سير جيمي لانستر في جيم اوف ثرونز، يعني نفس الشيء. وعلى سيره جيمي لانستر وجيم اوف ثرونز، احنا عاملين قناه عن السينما بنتكلم فيها عن السينما وكده، هسيب لك اللينك في الديسكربشن، يا ريت تروح تبص بصه لو بيعجبك المحتوى. فلما راح دور عن الماده اللي المفروض تقتل الجراثيم، لقى نوعين من الاحماض بيقتلوا الجراثيم، وهم الكربوليك والفينول. ودول لحد النهارده لسه بيستخدموهم في التعقيم لحد النهارده، ويعني فعاليتهم عظيمه. المهم تكتشف ان الفينول والحمض الثاني ده فعلا ليهم الفعاليه في ان هم ينظفوا الجروح. طيب كان في طفل عمره 11 سنه راح في يوم للمستشفى اللي شغال فيها جوزيف، وعنده كسر مضاعف في الساق وفي جروح في رجله. خد الولد زي ما هو وعمل له جبيره على رجله، تحت الجبيره جاب ضماده مبلله بحمض الفينول، ومسح بيها على الجروح بتاعته وغطاها بالقصدير علشان الحمض ما يطرش، وغطى رجله
بالجبيرة. بعديها بفترة راح فك الجبيرة بتاعته ولقى إن الرجل سليمة، ما فيش فيها غير شوية احمرار بسبب الحمض نفسه. هنا الولد اللي كان عمره 11 سنة داخل المستشفى بكسر مضاعف في الساق طلع بيمشي على رجوله، وده بسبب الاكتشاف العظيم بتاع جوزيف. سنة 1861 كان معدل الوفيات يعني 45% من الناس اللي كانت بيحصل لهم حاجات زي كده كانوا بيموتوا، ونزل ل 15%، يعني نسبة 30% نزول في عدد الوفيات سنة 1869. يعني في غضون 8 سنوات بس قلل نسبة الموتى بسبب الأشياء دي أضعاف. شابوه والله. لما مفكرين بقى إن العالم بغطرسته وبجحته ووسخته ساب إن العالم ده يعمل اللي هو عاوزه براحته من أول يوم، فلا، ما فيش الكلام ده. ده اتحارب واتهطر واتشتم وقالوا عليه مجنون ومش عارف ايه زي ما كل العظماء بيحصل معاهم، لكن هو صدر لهم الطرشه وعادي الراجل كمل في شغله لحد ما الولايات المتحده والمانيا خدوه وقالوا له تعالى هتعمل ابحاثك عندنا وتعمل التجارب بتاعتك عندنا. وفعلا الراجل ده عمل التجارب بتاعته، عمل الابحاث بتاعته، وبقى ابو التعقيم في العالم كله، والشخص اللي ساهم في نجاة ناس كتير جدا كانت ممكن تموت، وحافظ على مستقبل كبير جدًا من مسام البشرية باكتشافه للتعقيم، اللي هو واحد من أهم الاكتشافات في التاريخ الحديث. النهارده المستشفيات بتتنضف في الدول المحترمة، التعقيم شيء أساسي فيها والتخدير شيء أساسي فيها، وما ينفعش أبدًا، أبدًا، أبدًا أي جرح يعدّي من غير تعقيم، خصوصًا لو الجرح ده مهم إن هو يتعقم فعلًا. الشخص اللي اسمه جوزيف حصل على تأييد مدى الحياة من أغلب الدول على إن هو يفضل يمارس الطب ويبقى أستاذ في الطب وياخد لقب أبو التعقيم. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة لو مش مشترك، ولو انت مشترك انت عارف هتعمل ايه. شكرا ليك لو انت تابعت الفيديو للنهاية. وبس كده، لو عندكم اي موضوعات تانية عايزين نتكلم عنها شبه كده يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. وبس كده، هنا الفيديو بتاعنا بيخلص، وسلام.